ضربة مرمى لفريق نادي الطلبة. مهند قاسم حارس مرمى فريق الطلبة في إجازة، في استراحة، ما اختبر، ما كانت هناك عليه هجمات. الهجوم، كل الهجوم للطلبة هنا. نواف، التمريرة ممكن، العرضية ممكن، وإلى ركنية، ركنية للأنيق. طلاب ينجح في اختبار السماوة لحد الآن. بالسلامة للحارس محمد عبد السادة. حكم الدولي سمير شبيب قريب. بالمناسبة الثاني مباراة للدولي سمير شبيب يديرها للطلبة، مباراة الحدود 0-0، بينما للكوفة للسماوة طبعا الثالثة تعادل مع الكوفة 2-2 وخسر من كربلاء 2-0. ركنية للطلبة بالسلامة. طلبة النادي المتأسس عام 69 باسم الجامعة، 77 سمي بالطلبة، وبالتالي 5 ألقاب لهذا الفريق. آخر لقب كان 2001-2002 عن طريق تار أحمد. أيوب أيديشو 93 كابتن أيوب أيديشو يقود أربيل بعد رحلة احتراف ناجحة مع الجيش السوري ليحرز اللقب والدرع بالنسبة للجيش. يحيى علوان حصل على اللقب أيضا، والدكتور جمال صالح والراحل عمو بابا. ربما 9 مواسم أو 10 مواسم. الأنيق غائب عن منصات التتويج. عقيل التمريرة إلى تامر فؤاد، لكن مقطوع الآن. محاولة التحضير مرة أخرى. علي عبد الله إلى سند رعد، ولكن قطع جيد من كاظم إلى رمية جانبية. رمية جانبية لفريق نادي السماوة. دقيقة 40. حبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، هاتريك، 3 أهداف لكرار طارق، 3 أهداف أنيقة على حساب السماوة. اياد يلعب الكرة، رمية جانبية، رمية جانبية لفريق الطلبة. تلعب ابو الهيل، راجع الان غيث عبد الغني الى مهند، امامية الكرة لثامر من اليسار. تامر فؤاد، العنيق يطمح الى الرابع، الى كاظم. اياد خلف، اياد التمريرة الى كاظم ضياء. كاظم خطر الكرة، كرار، و مرت الكرة الى ضربة مرمى. هناك طبعا ارباك، هناك فوضى بدفاعات السماوة، لكن اسماء يعني شابة، اسماء امام لاعبي خبرة، امام لاعبين يعني عبد الوهاب ابو الهيل، وحتى المهاجمين الشباب لفريق الطلاب، يعني تحدث عن جديع، عن كرار طارق. الامكانيات افضل. كرة اللعب الى عقيل المحاولة والكرة الى الركنية، ركنية للأنيق. عقيل قريب، عقيل محمد. كرة اللعب إلى عقيل، محاولة الأنيق داخل منطقة الجزاء، ممكن الرابع. التحضير جديع، وإلى ركنية أخرى لفريق الطلبة. الدقيقة الأخيرة، ركنية لفريق الطلبة. كاظم ضيالان، العنيق، الطلبة تلعب، ابو الهيل راجع الكرة
فارس عطية. يعاني فريق السماوة، والأفضلية واضحة للأنيق وللطلبة. طلبة إلى أياد مرة أخرى، راجعة الكرة لعلي جاسم. علي جاسم، التمرير الآن أبو الهيل، وأبو الهيل ممكن التسديد، غير راية، التمرير خذ وهات، أبو الهيل يمر، ضربة جزاء. أو سمير شبيب بطاقة صفراء لأبو الهيل. والله قليل جدا أشاهد أبو الهيل ياخذ بطاقة، هذا اللاعب الخلوق، هذا اللاعب الكبير، لكن بطاقة صفراء من سمير شبيب. سمير شبيب أنذر لحد الآن 76 لاعب، وكم لاعب طرد؟ 4 لاعبين خلال 30 مباراة بالدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. فارس عطية أمامية الكرة من فارس. سنلعب في الوقت بدل الضائع. كرة اللعب أحمد وطان لراشد، مرة أخرى التمرير. كرة اللعب كرار إلى عقيل. عقيل محمد، والراية والتسلل. صافرة طبعا متأخرة من الدولي سمير شبيب، كانت الراية حاضرة من الدولي محمود خلف، لكن هناك تأخير طبعا بالصافرة. فارس عطية، كرة اللعب فارس أمامية إلى كرار. رمية جانبية لفريق السماوة. نلعب الآن في الوقت بدل الضائع. تقدم للطلبة بهاتريك لكرار، عالية الكرة بعيدة إلى ضربة مرمى. المباراة القادمة للفريقين الطلبة راح يواجه الناصرية على ملعب الكشافة يوم الخميس، بينما السماوة سيستقبل الديوانية. اياد خلف الى كاظم، وصافرة الدولي سمير شبيب تنهي احداث هذا اللقاء. احبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، هاتريك للطلبة بثلاثية كرار طارق، لا شيء السماوة. التقيكم بشوط المباراة الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صافرة الدولي أحبتي متابعي الرياضية العراقية في كل مكان، أجدد التحية معكم، ويسرني أن أكون معكم وشوط المباراة الثاني بين الطلبة والسماوة. إذا تغييرين للسيد راضي شنيش، العباس قاسم بدلا من ثامر فؤاد، ونديم كريم بدلا من محمد عبد الجديع. أول تغييرين للسيد راضي شنيشل بشوط المباراة الثاني بالنسبة للطلبة، بينما السماوة والسيد غالب عبد الحسين بنفس الأسماء، محمد عبد السادة بحراسة المرمى، فارس عطية، علي لطيف، علي طاهر، حسين رحيم، كرار عباس، أحمد وطان، راشد جاسم، سند رعد سليم، علي عبد الله، وحيدر صبحي. طلب الآن عزيزي المشاهد على يمينك بالزي التقليدي الأزرق كاملة لمن التحق بنا الآن 3-0 بالنسبة لشوط المباراة الأول للأنيق، وعن طريق كرار طارق كرة خطرة
نواف لكن إلى ضربة مرمى. إذا أول هاتريك للاعب طلابي بالدوري العراقي الممتاز بكرة القدم هذا الموسم. كرار طارق يسجل في مرمى السماوة هاتريك وثلاثة أهداف. دقيقة 18 24 و36. الأسماء الأخرى بالنسبة للطلبة: مهند قاسم بحراسة المرمى، علي جاسم، غيث عبد الغني، اياد خلف، نواف الصلال، وعبد الوهاب ابو الهيل، عقيل محمد، كاظم ضياء، وايضا كرار طارق. الهجوم الان نديم، المحاولة لكن تقطع من دفاعات السماوة. فريق السماوة يعاني في هذا اللقاء. راجع الكرة، المحاولة من اياد الى كاظم التمريرة الرائعة الى كرار صاحب الاهداف الثلاثة يلعب الكرة، ابعاد للكرة من علي لطيف مرة اخرى. الهجوم للطلبة. طلبة في هذا الموسم فاز بالأربعة، لكن النتيجة ممكن أن تزداد في هذه المباراة. ممكن أن نشاهد 4 أهداف، ممكن أن نشاهد 5 أهداف لفريق الطلبة. مقطوع الكرة من أحمد وطان، التمريرة إلى راشد، إلى اللاعب علي عبد الله هداف الفريق. الهجوم الآن والكرة ولكن إلى مهند قاسم حصل الكرة. كانت هجمة لفريق نادي السماوة. السماوة حقق الفوز 5 مرات على الحسنين والاتصالات وميسان والنفط والكوفة، وتعادل 5 مرات أيضا، وخسر 19 مرة. هو في طريقه إلى الخسارة رقم 20 إذا ما خسر هذا اليوم، وهو ودع الدوري الممتاز بشكل رسمي مع الاتصالات ومع ميسان عن هذه المجموعة. يبقى لدينا فريقين، الكوفة والحدود مع الناصرية، لأن الحسنين 37 نقطة تقريبا. أمن الهجوم الآن والتسديدة خطرة وإلى مهند، تمركز جيد لمهند قاسم. التسديدة كانت من حيدر صبحي لاعب السماوة. 4 أهداف لهذا اللاعب في الدوري. أمامي الكرة. يوم غد مباريات المجموعة الشمالية وأيضا مباريات مهمة، يعني دهوك يستقبل بغداد من أهم مباريات المجموعة الشمالية. المصافي يستقبل زاخو. مصافي الجنوب مع سامراء في الكشافة. الهدية مع أربيل في ملعب الصناعة. ديالى يستضيف الزوراء اللي يقدم نتائج مميزة وفوز جيد على دهوك في الجولة الأخيرة بالنسبة للزوراء. عالية الكرة مقطوعة راجعة لكاظم ضياء. المحاولة تنقطع الآن. راشد والخطأ على كاظم ضياء. حرة مباشرة لفريق نادي السماوة. أحمد وطان قريب يترك الكرة إلى القائد فارس عطية. ملعوبة الكرة، راشد جاسم تنقطع من اللاعب عباس قاسم، مدافع لاعب شاب بصفوف الطلبة. كادر التدريبي ارتأى أن يجرب أكثر عدد من اللاعبين الشبان في مباراة بمتناول اليد بالنسبة للأنيق، وحسمت مبكرا. عالية الكرة من عباس لكن تنقطع. المتابعة من كاظم ضياء. كاظم ينتظر إلى نواف، والراية والتسلل على نواف صلال لاعب فريق الطلبة. ضربة حرة غير مباشرة تلعب لفريق السماوة. راجعة إلى سند لعلي طاهر. اللاعب عباس قاسم. سيد راضي شنيشل أجرى تغيير أيضا بتكتيك الفريق. أصبح اللاعب اياد خلف طبعا لاعب ارتكاز، واللاعب عباس قاسم كظهير أيمن.
ودفع مع كرار نديم بخط المقدمة. نديم اللي يمتلك 4 أهداف. التمرير الآن، التحضير مرة أخرى، وتصل الكرة إلى الحارس مهند قاسم، حارس مرمى فريق الطلبة. كرة أمامية، كرار طارق، والراية والتسلل. الراية حاضرة من المساعد عدنان قحطان، وكرة اللعب سير رحيم السماوة إلى علي طاهر. التحضير الآن، أياد مرة أخرى التمرير إلى أياد، والخطأ للطلبة في ساحة لعب فريق السماوة. غيث عبد الغني، طبعا هذه النتيجة حصلت في موسم 2001-2002 3-0. يومها يونس محمود النجم الدولي الكبير سجل هدفين، ورئيس الهيئة الإدارية علاء كاظم هدف. الهجوم الآن، أبو الهيل مشروع هدف رابع، لكن إلى ركنية للأريق. أكبر فوز للطلبة على السماوة 3-0 في 2001-2002. ورقة ثالثة، كاظم ضياء يترك المباراة إلى حيدر عبد القادر. التغيير بمنطقة الوسط بالنسبة للأنيق. نواف صلال على التنفيذ، ركنية للطلبة. نواف يلعب الكرة، ولكن تنفيذ غير جيد، وإلى ضربة مرمى لفريق نادي السماوة. مباريات المتبقية بالنسبة للسماوة، سيستقبل الديوانية والميناء ويواجه الحدود في بغداد، ويستقبل الكرخ، بينما الطلبة مع الناصرية والشرطة في بغداد. ومباراتين صعبة خارج القواعد مع فريق نفط الجنوب والديوانية. الطلبة راح يواجه نفط الجنوب في البصرة، والديوانية في الديوانية. لكن الطلبة صعبة أن يترك الصدارة، يعني 61 نقطة على حساب الصناعة مع الحدود اليوم، الشرطة مع الناصرية، النجف مع نفط الجنوب. الأمور قد تبدو يعني بالنسبة لفرق النخبة واضحة، ولكن ترتيب الأندية غير واضح. التنفيذ الآن، حرة مباشرة، ولكن إلى ضربة مرمى بعيد الكرة من اللاعب علي لطيف مدافع فريق السماوة. أمامية الكرة من مهند، خاطئة إلى كرار عباس. 4 أهداف بالدوري لكرار. هجوم للسماوة، التمرير